بتبدأ أحداث الفيلم ببنت اسمها أذنور اللي بتروح مع صاحبتها عند شيخ اسمه إحسان وبتسأله عن ابن عمتها قدرت لو هيتجوزها ولا لأ، فبيقول لها إنه هيخليه يرد بنفسه. وفجأة بتلاقي صاحبتها اتحولت وبقى شكلها مخيف، وبتقول لها إنه عمره ما هيتجوزها أو يجيب منها أولاد. والشيخ بيقول لها إن قدرت بالنسبة لها هيكون باب لعزرائيل. وبعد 12 سنة بنيجي لأذنور وهي راحة لقدرت وبتتخانق معاه عشان ما بيروحش يشوفها، وبتقوله انها حامل منه ولازم يتجوزوا، وانها عدت الشهر الرابع وهيبقى صعب جدا انها تتخلص من الجنين. لكن قدرت بيضربها ولما بتقع بتسقط، فبيتصل قدرت بصاحبه حافظ عشان ياخدها على المستشفى. وبعدها بيدخل قدرت الأوضة على أذنور وبيعرفها ان هم فقدوا الطفل، لكن أذنور بتتعصب عليه عشان هو كان السبب في موته، فبيهددها قدرت انها لو ما بعدتش عنه وعن حياته هيعرف ابوها بكل حاجة. وبتفضل أذنور تعيط وهو بيسيبها وبيمشي، وبيرجع البيت لمراته نسا وبنته جهدة الكفيفة، وبيقول لنسا انه هيدخل ينام عشان تعبان. لكن لما بينام بيحلم بجهدة وهي خلع عينيها وبتديهاله، وبتطلب منه يرجعها مكانها كويس. فبيقوم من نومه وهو مرعوب من المنظر، وبتحاول نسا ان هي تهديه، وبيسيبها وبيدخل بسرعة عشان يطمن على جهدة. وبيفتكر لما مراته كانت بتولد وهو وداها المستشفى متأخر، وبسبب التأخير ده اتولدت جهدة كفيفة وبيتضايق من نفسه جدا. وتاني يوم بتقول أذنور لحماتها انها هتروح تزور واحدة صاحبتها، لكنها بتكذب عليها وبتروح للشيخ إحسان، وبتطلب منه ان يخلي قدرت ما يحبش غيرها، وبتديله كل الفلوس اللي معاها والدهب بتاعها مقابل انه قدرت يتجوزها ويسيب مراته. فبيسألها إحسان عن اسم مراته، فبتعرفه ان اسمها نسا وان عندها بنت اسمها جهدة وامها مريضة ونايمة في السرير. فبيطلب منها تجيب اي حاجة تخصها عشان يقدر يعمل عمل، وبيقول لها ان الجن اللي هيحضره هيخليه يسكن جسم نسا وهيدمر كل قرايبها من الدم وهيموتها. فبتنزل أذنور من عنده وهو بيروح التراب وبيطلع جثة مدفونة من قبرها وبيقطع رجليها. وتاني يوم بتروح أذنور لنسا على انها بتطمن عليهم، وبتطلب انها تدخل الحمام وبتاخد الشعر اللي بيبقى موجود على المشط، وكمان بتنكش في الزبالة وبتاخد منديل يخص نسا. فبتودعهم بعدها وبتمشي، لكن بتقابل قدرت اللي بيزعق لها وبيطلب منها تبعد عن مراته وبيته. وتاني يوم بتروح أذنور عند الشيخ إحسان وبتديله الحاجة، وبيحضر العمل من الخنزير اللي ذبحه ورجل الجثة اللي قطعها. لكن فجأة البيت كله بيتهز هزة جامدة جدا ورجل الجثة بتتكسر، وبيقول لها إحسان إن كده العمل اشتغل ونسا هتموت خلال 5 أيام. وفي أول ليلة بتبقى جهدة قاعدة جنب ستها، وفجأة ستها بتصرخ لوحدها بدون سبب، لكن جهدة بتقدر تهديها. وبعدها بتنام نسا وبتصحى على صلاة الفجر، لكن وهي في الأوضة بعد الصلاة بيقع قدامها حاجات من السما، فبتترعب وبتطلع بسرعة من الأوضة. وتاني يوم ونسا بترتب الأوضة بتاعتها بتسمع صوت تحت السرير، ولما بتبص بتلاقيها العروسة اللي أذنور جابتها هدية لجهدة. وبتبقى نسا مش طبيعية وبتحس إنها بتتخنق، وبتقعد تقص في شعر العروسة وتاكل فيه. فبتقرر نسا تروح وتتكلم مع قدرت عن اللي بيحصل، لكنه بيقول لها إنها كل ما بتصلي بتشوف الهلاوس دي وبيفضل يزعق. وفي الليلة التانية أذنور بتدخل عشان تنام، لكن جوزها اللي مات بيطلع لها في الحلم وهو بيخبط دماغه في الحيطة وشكله بيبقى مرعب، وبيفضل يقطع في جسمه بالمشرط وهي بتفضل تصرخ، لحد ما حماتها بتدخل الأوضة عشان تشوفها، وبتقول لها أذنور إنه كان كابوس. وبتيجي تنزل من على السرير، فبتلاقي المشرط اللي جوزها كان بيعور نفسه بيه بيدخل في رجلها. وبنيجي لنسا وهي بتحمي أمها بتشغل لها مزيكا زي ما بتحب، لكن نسا فجأة بتلاقي أمها اللي مش بتتحرك من مكانها موجودة في المطبخ، وبتمسك حلة الشوربة المغلية وبتكبها على نفسها عشان تتشوه وتموت في ساعتها. وبتفضل نسا تعيط عليها ومش عارفة ازاي ده حصل، وبتيجي أذنور وأمها تعزيها، وبتبقى نسا حالتها وحشة جدا. وفي الليلة التالتة قدرت بيجي يفتح باب البيت بتاعه، لكنه ما بيرضاش يفتح بأي مفتاح، وبينادي على نسا، لكن فجأة الباب بيتفتح لوحده وبيدخل علشان يلاقي العفش كله مستغطي، وبيلاقي ستات قاعدين يبصوله. وبتظهر نسا من وراه وهي متحولة وأذنور من الناحية التانية، فبيفوق بسرعة على صوت جهدة وهي بتنادي عليه. وبعدها بيروح يقول لنسا ان هي كانت معاها حق، وبيعرفها ان هو كمان بدأ يشوف حاجات غريبة. فبيقرر قدرت انه يروح لإمام الجامع بتاعهم ويحكي له اللي حصل، في نفس الوقت اللي حمات أذنور بتبقى قاعدة وبتلاقي ازاز الصورة بتاعت ابنها اتكسر لوحده. وبنرجع للإمام وهو بيقول لقدرت ان في حد عامل عمل لنسا، وان الموضوع ده حصل معاه هو ومراته زمان، وبسبب كده ما قربش لمراته نهائي. فبيطلب منه قدرت انه يساعدهم في اللي هم فيه، وبيوافق الإمام. وبنرجع لنسا وهي في البيت،
وبتسمع صوت حد بيندع عليها، ولما بتدخل بتلاقيها امها وبتقطع العيش في عين الحمام وبتاكله. فبتتخض من المنظر وبتقفل الباب وبتفضل تصرخ لحد ما بتطلع اوضتها، وبتفرد المصليه وبتفضل تدعي ربنا من الرعب اللي هي فيه. وبيدخل عليها قدرت وبتقوله انها مش كويسه خالص، فبيعرفها قدرت انه خد لها ميعاد عند الامام عشان يعالجها. وفي الليله الرابعه بتبقى أذنور في الحمام، وفجاه النور بيقطع، فبتولع شمعه وبتحس بصوت حاجه غريبه وبتطلع بسرعه من الحمام. لكن فجاه الشمعه بتقع من ايديها وبتنطفي، ولما بتدخل الاوضه بتتفاجئ بنسا اللي شايله ابنها اللي سقطته، وبتقول لها انها تستاهل انه ينزل. وبتمسكها من شعرها وبتقول لها تدور على حد غير جوزها. وهنا بتفوق أذنور وهي مرعوبة من اللي بيحصل لها، وبتتصل بسرعة على الشيخ إحسان. فبيسألها إحسان لو كانت قربت من نسا، لكن هي بتقول له إنها ما قربتلهاش. فبيعرفها إحسان إن هي مش هتتأذى، وإن كل حاجة هتحصل زي ما هو قال عليها. في نفس الوقت بتبقى حمات أذنور واقفة على الباب وبتسمع المكالمة بتاعتها. وبنيجي لنسا وهي قاعدة مع جهدة، وفجأة بتعمل حبل في السقف وبتشنق نفسها عشان تموت. لكن قدرت بيجي في اخر لحظة وبيقدر انه يقطع الحبل وينقذها، وبيحاول يهديها وبيقول لها انهم هيتخلصوا من الجن اللي عليها ده النهارده. وفعلا بيروحوا للامام، وقدرت بيحضر القعدة اللي هيطلعوا فيها الجن، وبيسيب قدرت جاهدة مع حمات أذنور اللي بتبقى عرفته ان أذنور هي السبب في كل ده. وبنيجي بعدها لأذنور وهي قاعدة بتاكل، وفجأة بتلاقي الطبق مليان دم، فبتتخض من المنظر وبتفضل ترجع في دم، وبتيجي عشان تتصل بإحسان، جسمها كله بيتكسر وبتموت. وفي الليلة الخامسة بتبقى نسا وقدرت عند الإمام، وبيدخل قدرت وبيعرفوا إن أذنور هي اللي عاملة كل ده، لأن هدفها الأساسي إنها تقتل نسا. فبيروحوا ياخدوا نسا وبيدخلوها على المكان اللي هيطلعوا منها الجن فيه، وبتشوف نسا جاهدة قدامها وبيحطوا شال أسود على راسها، وبيفضل الإمام يقرأ عليها قرآن، والجن بيظهر وبتتحول نسا واحدة واحدة. وبيمسك الإمام خشبة كبيرة وبيبقى هيضرب نسا بيها، لكن قدرت بيوقفه وبيقوله إنها كده هتموت. فبيعرفوا الإمام إنه مش بيضربها هي، ده بيضرب الجن اللي ساكنها. وبيظهر الجن اللي جوه نسا وبيقول لقدرت إنه هيعمل في نسا نفس اللي عمله في أذنور. وبيجي الشيخ عشان يضربها بالخشبة، لكنها بتزقه توقعه، وبيمسكها هو وقدرت وبيربطوها في الكرسي في نفس الوقت اللي جاهدة بتبقى متحولة فيه، وكل الكلام اللي نسا بتقوله هي كمان بتقوله. وبيفضل الشيخ يضربها لحد ما الجن بيقول للإمام إن الجن اللي كان عاشق لمراته يبقى صاحبه، وبيحكي له على اللي كان الجن بيعمله في مراته. فبيضربها ضربة تانية لكنها بتيجي في دماغها وبتموت. وبيقوم قدرت يمسك في الإمام وبيبقى هيموته، لكن الإمام بيقول له إن نسا كانت تحت تأثيره، بس مش هي اللي ساكنها الجن، واللي ساكنها الجن هي جاهدة، وبيشاور له عليها. وبيطلع إن الشعر والمنديل اللي خدتهم أذنور بتوع جاهدة مش نسا، عشان كده أذنور اتأثرت بيها وماتت لأنها قربت من جاهدة. وبيطلع إن جاهدة هي اللي كانت بتأذي كل واحد بتقرب له مش نسا. والقصة دي واقعية وحصلت فعلا مع أسرة وقضت عليها بالكامل. ولسه في أجزاء كتير من الفيلم المرعب ده، فلو حابين نكمل في سلسلة الرعب الفظيعة دي ياريت تقولولنا في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش. كان معاكم يحيى السباعي، واشوفكم الحلقة الجاية.